شوفوا الحضارة في نور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حرص علماء المسلمين منذ القدم على جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيصها تمحيصا هائلا، وتبويبها وشرحها، وصدر ذلك في عشرات المجلدات، ولا يزال يشتغل بدراسة السنة آلاف من علماء المسلمين إلى اليوم. ولكن هذه الدراسات جميعها لم تهتم بالكم الهائل من الحقائق العلمية التي جاءت في هذه السنة النبوية الشريفة قولا وفعلا وإقرارا ووصفا وسيرة. لم يهتموا بهذه الإشارات العلمية لأنها أولا ليست مقصودة لذاتها، ولكنها جاءت في سياق الحديث النبوي الشريف لكي تكون شاهدة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. لذلك نهتم في برنامجنا هذا بكم من هذه الحقائق العلمية التي جاءت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو وصفا أو سيرة، لأننا نعيش الآن في زمن العلم الذي فتح الله تعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، وأصبح الناس يطالبوننا بالدليل العلمي على صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد في هذه الحقائق العلمية ما يدعم حجتنا على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن الانفتاح العلمي الهائل الذي نعيشه. ونحن نعلم أن السنة تهاجم في هذه الأيام هجوما شديدا ممن يهاجمون الإسلام بصفة عامة. فالمستشرقون منذ زمن طويل هاجموا القرآن الكريم، وحينما ارتدت أسهمهم إليهم وجهوا تلك السهام إلى السنة النبوية المطهرة بدعوى أن القرآن الكريم متواتر والسنة غير متواترة، وبدعوى أن القرآن الكريم كتب بأكمله في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن السنة وإن كان بعض الصحابة قد بدأوا في تدوينها في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تجمع بالكامل إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبدعوى أن القرآن الكريم لم يستطع الوضاعون أن يدسوا على المسلمين فيه شيئا لكثرة حفاظه، بينما استطاع الوضاعون أن يدسوا في السنة ما دسوا. وإن كانت دراسات السنة قد فرزت الغث من السمين، ونعلم أن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وأن الجهود التي بذلت في دراسة السنة لم تبذل في دراسة أي موضوع آخر. فقد علم علماء المسلمين العالم كله معنى التوثيق عن طريق دراسة السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي كما أن القرآن الكريم وحي، ولكن القرآن بمعناه ولفظه كلام رب العالمين، والسنة بمعناها وحي من رب العالمين وبلفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. لذلك نقول أن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للإسلام، ذلك الدين الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله،
ثم أتمه وأكمله وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن السنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، وأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من ركائز الدين، وهي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ولكننا نجد في كل من القرآن الكريم وفي العديد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إشارات علمية هائلة إلى الكون ومكوناته وظواهره، إلى عملية خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إفناء الكون، إفناء الحياة، إفناء الإنسان. وهذه القضايا صيغت صياغة علمية فائقة الدقة لكي تكون شاهدة لنا في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه على أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الذي أوحاه إلى خاتم أنبيائه ورسله، والذي تعهد بحفظه في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحقق هذا العهد على مدى 14 قرنا أو يزيد. وكما تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم تعهد بحفظ السنة النبوية المطهرة. ولكي نرد على الهجوم الشديد على السنة في هذه الأيام، علينا أن نثبت للناس في زمن العلم الذي نعيشه هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية التي جاءت في سياق الحديث النبوي الشريف. ونحن نعلم أن هذه الإشارات العلمية سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن العقل البشري لا يستوعب كليات الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج. ولذلك نقول أن كل هذه الإشارات في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أنزلها ربنا تبارك وتعالى شهادة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وشهادة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. نحن نعلم أن رسالة القرآن الكريم ورسالة السنة النبوية المطهرة هي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، لأن هذه القضايا لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها أي ضوابط صحيحة. وأكرر مرة أخرى على أن الكم الهائل من الحقائق العلمية التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت خطابا لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. بقيت هذه الحقائق التي لم يتوصل الإنسان إلى معرفة شيء منها إلا في القرنين 19 والعشرين، وأغلبها في أواخر القرن العشرين. تبقى هذا السبق العلمي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب خطاب لأهل عصرنا بالعلم الذي يتفاخر به أهل هذا العصر. ونحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى أوصانا في محكم كتابه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويحذرنا ربنا تبارك وتعالى من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويؤكد على ضرورة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي أو إن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد منكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك نقول علينا نحن معشر المسلمين أن نؤمن إيمانا كاملا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وعلينا أن نثبت ذلك إلى غيرنا من أصحاب المعتقدات الأخرى، لأن الإسلام يهاجم في هذه الأيام من كل قوى الشر في العالم هجوما كاسحا، وأكثر الهجوم موجه اليوم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء تنزل الوحي، يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. ويستخدم بعض المهاجمين للسنة هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع كتابة أقواله وأفعاله في بدء تنزل القرآن الكريم، ولكننا ندرك تمام الإدراك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن الكريم قال هذا الحديث في بدء تنزل الوحي، ثم قال بعد ذلك: اكتب عني، فهو الذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من كراماته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن سيأتي زمان يشكك فيه الناس بأحاديثه وبسنته، فيقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يقعد الرجل منكم على آركته يحدث بحديثي ثم يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهناك دعوة من يسمون بالقرآنيين يدعون هذه الدعوة تماما، يقول علينا بالقرآن الكريم، أما السنة فلا حجية لها. ولكن أقول الذي يهدم السنة يهدم القرآن، فعلينا نحن معشر المسلمين أن نعتز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزازنا بكتابه، لأننا نؤمن بأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وطبعا لدينا ضوابط كثيرة، ضوابط شرعية وعلمية للتعامل مع الإعجاز العلمي في أقوال وأفعال وإقرارات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نعرض لها إن شاء الله في سياق هذا الحديث. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الحضارة نور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا، مهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية